اللي كيبغي يتسحر بسحور يكون خفيف، كنصحكم تجربوا هاد الديسير ببذور الشيا، كيجي رائع. وغادي نشارك معكم حتى هاد العصير طريقه سهله ودغيا كيتحضروا. المهم بالنسبه للكميه كتبقى اختياريه. انا عندي هنا 3 الحبات ديال الليمون وجوج ديال لافوكا غسلتهم مزيان نقيتهم. بالنسبه للليمون غادي نقطعو بهذه الطريقه هذه، نحيد له غير القشره ونقطعو دوائر. غادي نحيد له غير داك العظم اللي تيكون لداخل. صافي غادي نحطو في الكاس بهذه الطريقه هذه. وحتى لافوكا غادي نقطعها. وبالنسبه للسكر كيبقى اختياري، انا غادي نخليها هكاك بلا سكر. صافي غادي غير نطحن هاد العصير مزيان، واللي كيبغي يصفيه انا ما غاديش نصفيه، غير غادي نطحنو مزيان وصافي. بالنسبه لهاد الديسير هذا عندي 3 المعالق ديال بودور الشيا اللي خليتهم في كاس ديال الماء حتى تنفخوا بهذا الشكل هذا لمده ديال ساعتين. صافي وغادي نوزعها، غادي ندير الطبقه الاولى ديال بودور الشيا بهذا الشكل، وعندي حبه ديال لافوكا غادي نقطعها مربعات. بهذا الشكل هذا ونحطها كطبقه ثانيه. طريقه سهله حتى اخر لحظه دغيا توجدوه. صافي غادي ناخذ التفاح حتى هو وغادي نقطعو بهذا الشكل هذا. وممكن تستعملوا اي ديسير عندكم. صافي غادي ناخذ ياغورت بنكهه ديال الفاني، ممكن ديروه طبيعي حتى هو. وهذا هو الشكل العصير ديالنا، تيجي رائع وكيجي خاطر. وبالنسبه لهاد الديسير هذا انا زينته بصوص شوكولا، يعني اللي بغى يزينو حتى بشويه ديال العسل كيبقى له الاختيار. يعني فكره دغيا كتوجد للسحور، الناس اللي كيبغوا ياكلوا هكا شي حاجه خفيفه. كنصحكم بهذا الديسير هذا، وحتى هذا العصير هذا تيجي زوين بزاف وسهل. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات جديده.